النهاردة هنعمل الفطير بطريقة سهلة جدا وبسيطة، مش هياخد مننا وقت خالص. هنعمل الكمية اللي قصادنا دي كلها بطريقة سهلة قوي. طريقة الفرد اللي هقولها لكم النهاردة اي حد يعرف يعملها، والفطير هيطلع معاه مظبوط جدا وطري من جوه، السوا بتاعه مظبوط. تعالوا بقى نشوف الوصفة اتعملت ازاي. المقادير عندي هنا كيلو من الدقيق. طبعا الدقيق متعدد الاستخدامات، انا استخدمت هنا دقيق الضحى. انتي ممكن تستخدمي اي دقيق تاني بس يكون 5 نجوم، يكون العرق فيه قوي، علشان الفطير بيبقى لازم العرق فيه يبقى قوي شوية علشان يديك الطراوة بتاعة الفطير. فما ينفعش استخدم اي نوع دقيق، لازم استخدمه بيكون استخراجه 72%. يعني نوع دقيق انت بتستخدميه على طول للمعجنات. معلقة كبيرة ونص من السكر، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من الملح. هخلط المكونات كده الأول مع بعض. وبعد كده هنزل ب 500 ملي من المية، يعني حوالي كوبايتين. طبعا انا هوريكم ان مقدار المية مش لازم ان انا ابقى عارفة مقدار معين. هوريكي العجينة هتلم معاكي ازاي من غير ما تبقي محددة مقدار كده للمية، لان طبعا الدقيق بيفرق عندنا من نوع لنوع. مش كل الدقيق زي بعض، يعني ممكن دقيق ياخد اقل شوية وممكن دقيق ياخد اكتر شوية. طبعا المية من الحنفية ما بتبقاش مية دافية ابدا. ولما نيجي ننزل بالمية ننزل واحدة واحدة، ما نستعجلش وننزل بكمية المية كلها، علشان ما تضطريش ان انتي تزودي دقيق تاني. طبعا عجينة الفطير بتبقى ملزقة، يعني ما بتبقاش يابسة. يعني بتبقى فيها تلزيقة بسيطة كده. ما ينفعش ان انا ابقى ماسكاها في ايديا واحس ان هي مش ملزقة. الفطير هيطلع ناشف معاكي ومش هيطلع طري. هي المفروض كده العجينة لمت معايا، بس انا لسه هضيف لها مية تاني. كل لما احس ان هي محتاجة مية بزود لها حبة تاني. طبعا انت لو مش عندك عجان بتعجني على ايدك عادي، طبعا هياخد وقت منك شوية. في العجان بنعجن لمدة 10 دقايق، طبعا على ايدينا من ربع ساعة لتلت ساعة. وتعجني شوية وتغطيها وتسيبيها ترتاح. تكون انت برضو ايدك ارتاحت شوية، وتروحي عجنة فيها تاني. تعجني فيها لحد ما تحس ان هي بقت ناعمة كده وما فيهاش اي تقطيع. خلاص كده العجينة تحس ان هي ايه، بقت شكلها حلو معاكي ومن فوق كده ملساء. هي كده خلاص اتعجنت كويس جدا. بصوا التلزيقة دي اللي انا بقولكوا عليها لازم تبقى ملزقة، وفي نفس الوقت ما بتطلعش في ايديا. كده خلاص العجينة خلصت معايا. هدهن ايديا نقطة زيت، علشان طبعا العجينة ملزقة زي ما قلتلكوا فتطلع معايا على طول. بصوا التلزيقة اللي فيها دي ما تقلقيش منها خالص، لان هي دي اللي هتظبط لك الفطير. غير كده هيطلع معاكي ناشف ومش هيطلع حلو. بصوا العجان نضيف ازاي من الدقيق، لازم يبقى كل الدقيق ملموم كده منه. طبعا انت لو عايزة تعجني في يوم وتفردي في يوم تاني هتبقى اسهل بالنسبة لك كتير. انا حطيتها لكم كده في الاسترتش ده علشان تعرفي ان انت ممكن تشيليها عادي في التلاجة. بتلمي العجينة كده بالمنظر ده وبتحطيها في الاسترتش. لو انت هتريحيها يوم كامل، اهم حاجة ما يبقاش داخل لها هوا خالص، علشان طبعا العجينة ما تنشفش معاكي من فوق كده وتعمل طبقة مش حلوة. مش هتتفرد معاكي حلو. فنغطيها كويس جدا. لو انت هتسيبيها وهتفرديها في نفس اليوم، بتحطيها في بولة عادية وبتغطيها، وبعد ساعة بتشتغلي او ساعتين. لكن لو هتعجني في يوم وتعملي الفطير يوم تاني، تحطيها كده بالمنظر ده زي ما انا بوريكي. تقفليها كده بالاسترتش كويس جدا، مش هيدخل لها هوا خالص، وتحطيها في التلاجة. طبعا لو سبتيها يوم كامل هترتاح جدا. وانت كده سبتيها فترة كبيرة، وهتتفرد معاكي على طول. فانت علشان الفطير يبقى سهل معاكي وما تحسيش ان انت واقفة طول النهار، مع ان طريقة الفرد دي سهلة جدا يعني مش هتاخد منك وقت اصلا. تسيبيه يوم في التلاجة، تعجني في يوم وتفردي يوم تاني.
هتحس ان الموضوع معاكي سهل جدا. انا كده غطيتها بقى، هسيبها ترتاح وبعد كده نرجع نشتغل فيها ونشوف هنعمل ايه. كده بعد ما ارتاحت معايا، بصوا ما فيش هوا دخلها خالص. اهم حاجة لو دخلها هوا مش هتتفرد معاكي وهيبقى فيها حتت كده في الفرد مش هتبقى حلوة. هقسم العجينة كده نصين، لان طبعا انا عايزة افردها على الرخامة، فلو فردت العجينة كلها مش هتتفرد معايا حلو. فعلشان تتفرد معايا حلو وتبقى مظبوطة، هقسم العجينة لنصين، هفرد نص وبعد كده هفرد النص التاني. ركزي بقى في الخطوات اللي جاية دي علشان الفطير يبقى مظبوط معاكي. انا عندي هنا ربع كيلو من الزبدة، وعندي زيت عشان افرد بيه. بفرد كده، بحط زيت على الرخامة علشان طبعا العجينة ما تلزقش معاكي على الرخامة وتتفرد على طول. بصوا ما شاء الله بتتفرد على طول. كده تعرفي ان انتي عجنتيها كويس جدا. لكن لو العجينة ما بتفردش معاكي يبقى انتي العجن ما خدش وقت، الوقت بتاعه الكافي. فعلشان كده قلتلكوا لازم نعجنها مدة كبيرة. ولو احنا ما عندناش عجان هتعرفي تفرديها، بس اهم حاجة تسيبيها ترتاح شوية وترجعي تعجني فيها حتى لو هتاخد منك وقت شوية، بس علشان يطلع معاكي مظبوط. هفردها بقى كلها على الرخامة وهوريها لكم عاملة ازاي. كده انا فردتها كلها. عندي هنا الزبدة، على فكرة دي بدرجة حرارة المطبخ، بس هي عشان احنا في شتاء فتحسوها ماسكة شوية. لو فردتها على العجينة دلوقتي هتقطع معاكي العجين، فلازم يا اما تكون بتتفرد معاكي على طول، يا اما تسيحيها زي ما انا هعملها دلوقتي. فما ينفعش افردها بالمنظر ده. لو احنا في الصيف درجة حرارة المطبخ هتخليها لينة جدا وهتعرفي تفرديها. بصوا انا بعد ما سيحتها هي سايلة كده بالمنظر ده، برضو ما ينفعش افردها على العجين كده. لازم اخليها تبقى عاملة زي الكريمة كده، بتبقى ماسكة نفسها عن كده شوية واتقل من كده. فانا هسيبها شوية يعني بدرجة حرارة المطبخ كده، وبعد كده هرجع افرد بيها. هو بقى كده السمك ده بتاعها هو اللي هفرد بيه، بتبقى عاملة زي الكريمي كده بالظبط. هبتدي افرد بقى كده على العجينة كلها. طبعا الكمية دي كلها هتعمل لي كمية الفطير، يعني انا مش هزود ابدا زبدة تاني. لو عايزة تحطي زبدة على سمنة مفيش مشكلة، بس طبعا احنا بنحط زبدة لان الزبدة هي اللي هتورق معاكي الفطير. لو حطيتي سمنة بس برضو هتبقى كويسة وهتبقى حلوة. بعد ما فردتها كده على العجينة كلها، هبتدي بقى اطبق كده العجين واعمله زي الرول كده. بصوا مش هتاخد منكم وقت خالص، يعني الطريقة دي سهلة جدا. هنعمل كمية كبيرة زي ما قلتلكوا في وقت قليل. الرول اللي احنا بنلفه ده هو اللي بيعمل الطبقات من جوه. هوريها لكم هتبقى عاملة ازاي دلوقتي. هلفها بس رول كده واوريها لكم هتبقى عاملة ازاي. كده بعد ما لفتها بالمنظر ده، هبتدي بقى اقطعها قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين. يعني على قد ما تقدري تخليها قطع قد بعضها عشان الفطير يطلع قد بعضه. بعد كده هجيب صاج عندي وادهنه نقطة زيت، واحط بقى الفطير كده يرتاح. مش هشتغل فيه طبعا دلوقتي خالص، هسيبه كده من ساعة لساعتين يرتاح. هفرد بقى النص التاني بتاع العجينة. لازم نقطة الزيت اللي انا حطيتها دي ضروري جدا، هتفرد معاكي العجينة بسرعة ومش هيلزق معاكي وانتي بتلفيه رول كده. مش هيفرد، مش يعني مش هيبقى لازق في الرخامة. فاهم حاجة نقطة الزيت اللي انا بقولكوا عليها دي. وبرضو في الفطير ده مش لازم ان احنا نفرد العجينة زي الفطير الاولاني. يعني مش لازم تبقى الرخامة باينة كده من تحت، لا بفردها لحد ما احس ان العجينة اتفردت معايا كويس. مش لازم تبقى طبقة رقيقة. واحط كده الزبدة من فوق والفها رول. الموضوع ما خدش مننا وقت خالص، عملنا كمية كبيرة جدا وما خدتش مننا وقت خالص في الفرد. فالطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم. لو عايزة تعملي فطير في اي وقت هتعمليها بالطريقة دي ان شاء الله. بعد ما لفتها كده هقطعها زي ما قلت لكم. اهم حاجة بقى في الخطوة اللي جاية دي ان احنا نسيب العجينة ترتاح مدة حلوة قوي علشان تتفرد معانا مظبوط.
بصوا كده الطبقات اللي جوه عامله ازاي، كتيره جدا، هتخلي لك الفطير مورق جدا من جوه. فلازم نسيبها ترتاح من ساعه لساعتين وفي التلاجة. اهم حاجه تبقى في التلاجة علشان الزبده تمسك معاكي على طول. هغطيها كده باكياس واسيبها بقى ترتاح زي ما قلتلكوا علشان الزبده من جوه تبقى مسكت معايا واعرف افردها تاني. هسيبها بقى وبعد كده هقولكوا نعمل ايه. كده بقى بعد ما ارتاحت معايا كويس جدا، الزبده طبعا مسكت في العجين من جوه كويس. هدهن بقى نقطه زيت بسيطه جدا وامسك قطعه قطعه وافردها زي ما انتوا شايفين كده. بتتفرد معايا من غير نشابه ومن غير اي حاجه، بايديا كده على طول وافردها. بعد ما فردتها كده بالمنظر ده بجيب حته زبده صغيره وبدهن بيها الوش كده كويس، ما يبقاش كتير، يعني دهنه بسيطه. وابتدي اقفلها بقى من كل حته والمها كده زي الكوره كده بالظبط واقفلها كويس جدا. بعد ما اقفلها كده كويس اسيبها بقى ترتاح. هعمل بقى كل الفطير اللي عندي كده بالمنظر ده، هفرده كده كويس. طالما العجينه اتعجنت معايا كويس ومشيت بنفس الخطوات هتتفرد معاكي على طول. طول ما العجينه بتتفرد معاكي على طول يبقى انت كده ماشيه بالخطوات صح. بصوا كده بلمها من كل حته. دهنه الزبده اللي انا بعملها في الاخر دي ضروريه جدا علشان يطلع معاكي مورق وحلو. يبقى انا كده هقول لكم على كام حاجه علشان الفطير يطلع معاكي مظبوط. زي ما قلت لكم ان الدقيق يبقى نوع كويس جدا متعدد الاستخدامات عشان يبقى يعمل عرق للعجينه، علشان تطلع معاكي طريه. العجن لازم يبقى مده ما تقلش عن 10 دقايق لو في العجين، من ربع ساعه لتلت ساعه لو هنعملها على ايدينا. نوع الزبده لازم يبقى كويس جدا. ما تبقاش زبده اللي هي في انواع بتبقى رخيصه بتبقى مضره جدا للصحه مش حلوه، فبلاش نستخدمها. فتبقى نوع كويس جدا علشان يديكي كمان الطعم والريحه الحلوه اللي انت عايزاها في الفطير. انا عايزه اقولك ان الفطير اللي احنا بنعمله ده طعمه احلى بكتير من اللي احنا بنجيبه من بره. اللي بره ما بقاش ليه طعم اصلا، ولا ليه ريحه ولا اي حاجه. هما بيحطوا ماده دهنيه كده بس من جوه وما بيبقاش حلو خالص. فلو جربتي اللي انت عاملاه في البيت مش هتشتريه من بره تاني. يبقى الحاجه اللي انا قلتلكوا عليها دي هي اللي هتخليلك الفطير طعمه حلو جدا معاكي. نخلي بالنا من الخطوات اللي انا بقولها دي علشان الفطير يطلع معاكي مظبوط بالشكل اللي انت عايزاه. بعد ما اخلص بقى الكميه كلها بسيبه في التلاجة يرتاح تاني. قبل ما اشتغل فيها وافردها لازم ترتاح معايا في التلاجة، وبرضو الزبده تبقى ماسكه كده في العجينه. امسك بقى واحده واحده وافردها كده. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، حاجه بسيطه يعني ما بفردش كتير. مش عايزينها برضو رقيقه جدا علشان ما تنشفش معاكي. احنا عاملين اصلا القطعه صغيره، فتفرديها كده بالمنظر ده زي ما قلتلك. وعلى طاسه كده اول ما الطاسه تسخن معاكي شويه بتحطي بقى الفطير زي ما انا حطيت كده وبنغطيها. لازم نغطيها عشان تستوي معانا من جوه، ونوطي بقى بعد كده النار. اول ما تاخد الوش الذهبي من تحت هبتدي اقلبها على الناحيه التانية. كده خدت يعني استوت من تحت شويه. بقعد اقلبها على الوش ده وعلى الوش ده لحد ما تاخد اللون المظبوط زي ما انتوا هتشوفوا كده دلوقتي. وما بتاخدش وقت خالص على الطاسه من فوق، بتستوي يعني على طول. طالما احنا مغطيينها هتستوي منك على طول. غير ان هي كمان هتبقى طريه جدا من جوه، طعمها حلو قوي. كده بعد ما خدت اللون الذهبي من فوق ومن تحت كده خلاص استوت معايا. هحطها بقى كده، اطلعها من على الطاسه واغطيها باكياس زي ما انتوا شايفين. ادهن بقى على طول الطاسه بنقطه زبده صغيره واحط يعني الفطير التاني. بس قبل ما احط اي فطير بدهنها نقطه زبده.
طبعا اول واحده دي بتاخد وقت شويه، وبعد كده اللي وراها ما بياخدش وقت على طول، لان الطاسه بتبقى سخنت جامد، فنخلي بالنا عشان ما تتلسعش مننا. واهم حاجه زي ما قلتلك لازم تغطيها عشان تستوي معاكي، ما بتاخدش وقت خالص يعني. آه، دقيقتين بالكتير هتلاقيها استوت معاكي. بصوا اللون بتاعها جميل جدا. هتعجبكم ان شاء الله، وهتخلص على طول، وهنعمل الكميه دي في وقت قليل قوي زي ما قلت لكم. هخلص بقى الكميه كلها، وبعد كده هوريكم شكله هيبقى عامل ازاي. كده بعد ما الكميه كلها خلصت معايا، طبعا زي ما انتم شايفين عملنا ما شاء الله كميه كبيره جدا في وقت قليل، ما خدش مننا وقت خالص ولا مجهود ابدا في الفرد، لان طريقه الفرد اللي انا قلت لكم عليها طريقه سهله جدا اي حد يعرف يعملها. عايزه اقول لكم كمان ان الفطير اللي معمول في الطاسه بيبقى طري جدا من جوه. هوريكم شكل التوريق هيبقى عامل ازاي وطريه ازاي. فالطريقه دي سهله جدا مضمونه، مجربوها كتير يعني، فان شاء الله هتعجبكم. بصوا الفطير طري جدا زي ما انتم شايفين كده، وكمان هوريك التوريق هيبقى عامل ازاي. غير ريحته طبعا اللي حلوة جدا وقلب البيت. احنا كده خلاص خلصنا الوصفة، يا رب تكون عجبتكم وتجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه. ما تنسونيش بقى بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.